اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. بكل الحزن والأسى حكمت المحكمة ببراءة كل المتهمين في قضية سيدة الكرم، وبهذا ضاع حق هذه السيدة ولن يكون لها أي حقوق بعد حكم المحكمة اليوم. ولكن قرار النائب العام المصري يأتي بعد يوم من الحكم ببراءة 3 متهمين بتعرية سعاد ثابت صاحبة 70 عاما على خلفية شائعات حول علاقة عاطفية بين زوجة مسلم بنجل سيدة قرية الكرم الكائنة في نطاق مركز أبو قرقاس بالمنيا مايو 2016. أمر السيد المستشار النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة سيدة الكرم، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه. وشكرت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي النائب العام على قراره. وفي وقت سابق قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تعرض 3 من قادتها للاعتقال قبل الإفراج عنهم مؤخرا إنها تابعت بقلق بالغ الحكم الصادر، محذرة من تداعيات عدم إدانة المتورطين. وأضاف المبادرة المصرية أن هذه الاعتداءات ترسخ لغياب العدالة والتمييز بين المواطنين على أساس الدين، وتشجيع على تكرار مثل هذه الاعتداءات الطائفية، بالإضافة إلى ما تمثله من رسالة للتساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام. ويشار إلى أن هناك 3 قضايا ترتبط بنفس الوقائع. ففي 7 إبريل 2017 قضت محكمة بحبس نجل السيدة المعتدى عليها والمواطنة المسلمة لمدة 2 عام لكل منهما في قضية اتهامهما بممارسة الزنا، قبل تخفيف الحكم لعام واحد لصالح المتهم الأول في 27 يوليو 2017. وآنذاك قام عشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين وإصابة 3 أشخاص، إضافة إلى الاعتداء على السيدة وتنظيم مسيرات شهدت ترديد هتافات معادية إلى المسيحيين بحسب بيان المبادرة. وعبر الشبكات الاجتماعية أثار الحكم ردود فعل سلبية تجاهه من جانب مسلمين ومسيحيين الذين رأوا أنه غير منصف للسيدة جردت من ملابسها في الشارع. وأعاد البعض نشر مقطع فيديو تحدث خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إبان حدوث الواقعة. وقال السيسي إن ما حدث لا يليق أن يحصل في مصر أو يتكرر مرة تانية. أي حد هيغلط هيتحاسب. أرجو أن السيدة المصرية ما تاخدش على خاطرها. لا نقبل أبدا أن ينكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب من الأسباب. محدش يقدر يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون يأخذ مجراه على أي عدد. كلنا نتحاسب، اللي يغلط يتحاسب. في حين علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قائلا: أهم من الحكم اللي يزعل ده هو حيثياته، لكن ربنا هياخد لك حقك ما تخافيش. وبدموع كثيرة جدا 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 استقبلت السيدة سعاد ثابت صاحبة 70 عاما خبر رفض محكمة النقد لطعن النائب العام ببراءة المتهمين بتعريتها بدموع كثيرة، وهي تقول: خلاص مش عايزة حقي تاني، ربنا موجود، حقي عنده، هو شايف ظلمي وبهدلتي وهو يرد حقي. وتابعت السيدة: كل الناس في القرية شافوا بهدلتي، وجارتي شهدت بكده، وهم عروني وحرقوا بيتي، و6 سنين يضغطوا عليا علشان اتصالح وانا برفض، وفي الاخر ياخدوا براءة. ده انا بعت بيتي في القرية ومشيت علشان مش قادر اقعد، وعيالي سافروا ومشيوا بعد كل اللي حصل لهم، وكل ده وفي الاخر ياخدوا براءة. انا خلاص مش عايزة حاجة تاني،
وحقي عندك انت يا رب. وكان المتهمين قبل حكم النقد رفعوا قضية تعويض ضد سيدة الكرم بعد الحكم الصادر ضدهم بالبراءة في ديسمبر 2020، وتم التصدي لها لأن الحكم أمام محكمة النقد. وقال محامي السيدة إن المتهمين لا يمكنهم طلب تعويض من السيدة لأن هناك اتهامات وقضية كانت ضدهم، وإن النقد جاء برفض طعن النائب العام نظرا لأن نيابة النقد قدمت مذكرة بالرفض على طعن النائب العام، ولذا ولوجود خطأ في الإجراءات تم رفض الطعن المقدم من النائب العام بالشق الجنائي. ويأتي قرار اليوم لتأكيد الحكم الصادر في 17 ديسمبر 2020 من محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت عبد الله والمعروفة إعلاميا بسيدة الكرم أصبح نهائيا. جاء الحكم في جلسة 9 يناير بعدما يقرب من عامين على تقديم النيابة العامة الطعن بالنقد رقم 3070 لسنة 91 جنايات في 10 يناير 2021. وتعود أحداث قرية الكرم بمركز أبو قرقاس جنوب محافظة المنيا إلى الجمعة 20 مايو 2016، حين وقعت الاعتداءات الطائفية على عدد من سكان القرية المسيحيين على خلفية شائعة وجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين وإصابة 3 أشخاص، كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيح المتهم وتجريدها من ملابسها وسحلها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية تخللها ترديدات وهتافات عدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم ونقول ان اللي حصل ده كلمة ظلم قليلة عليه، لان الست دي اتظلمت جدا جدا. يكفي ان هي فضت مكسورة من 2016 لحد دلوقتي. احنا بنتكلم من 2016 ل 23، 7 سنين. طب هي استحملت 7 سنين وبعد كل ده يطلعوا براءة؟ فين حق الست دي؟ ولادها سابوها ومشيوا علشان مش قادرين يرفعوا عينيهم في اي حد في البلد، وهي اللي فضلت قاعدة مع جوزها اللي عنده 80 سنة بترعاه وبتاخد بالها منه على امل ان كرامتها ترجع لها والحكم يبقى في صالحها. ولكن حتى ما خدوش سنة ولا 2 ولا 3 لكن ياخدوا براءة. وعلشان نعرف ان اللي حصل ده فعلا مش عدل خالص ولا يمت العدل بصلة، ان الناس دي كانت واخدة 10 سنين حبس قبل كده في نفس القضية، ولكن النهاردة يتحكم عليهم بالبراءة من 10 سنين حبس لبراءة. اي عقل واي منطق يقبل الكلام ده؟ ده الرئيس السيسي بنفسه كان بيتكلم وبيقول ان هي لما اتكشفت كلنا اتكشفنا، لما اتعرت كلنا اتعرينا. لما حصل معاها الموقف ده كأن حصل مع امهاتنا كلنا، وبدأ يتكلم معاها وبدأ يروح لها وفود كتيرة جدا 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 من الرئاسة ومن رئاسة الوزراء ومن الأزهر ومن الكنيسة ومن جمعيات حقوق الإنسان من كل حتة في البلد كانوا بيروحوا لها علشان ياخدوا بخاطرها، علشان عارفين إن هي اتظلمت، علشان عارفين إن الست اتكسرت، علشان عارفين إن الناس اللي عملت كده أكيد 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 هتتجازى وتتحاكم، علشان يكونوا عبرة لأي حد بيفكر يعمل حاجة زي كده. إذا كان الرئيس السيسي نفسه قال إن هي ليها حق، النهاردة اللي عملوا فيها كده ياخدوا براءة؟ علامات استفهام كتير 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 كتير، ومحدش عارف ازاي لحد اللحظة دي ال3 متهمين ياخدوا براءة اللي كانوا متصورين وللمحاضر كلها ضدهم النهاردة ياخدوا براءة. طبعا حاجة فوق الخيال وفوق العقل، ولا يقبلها منطق ولا دين ولا عدل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.